ولما كانت الحلقة 43 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان بهذه المدينة عجوز اسمها دليلة، وكانت هذه العجوز خفيفة اليدين تسرق الكحل من العين، وتحتال على الثعبان فتخرجه من وكره، ويتعلم منها إبليس فنون مكره. وكان لها بنت اسمها زينب، كانت ذات حسن وجمال وقد واعتدال. وبينما هي في بيتها وصل صوت المنادي إلى سمعها، فالتفتت إلى بنتها. ها، انت سامعة يا زينب؟ سامعة انت يام؟ افتحي الشباك اما نسمع كويس. حاضر. حسب ما رسم مولانا السلطان عنجر البطاط الشاطر احمد الدنف اتعين مقدم الميمنة، والشاطر حسن شومان اتعين مقدم الميسرة. وانا كمان عقلي زل ووسطي قرب ينحل، وهو كمان عقله زل ووسطه قرب ينحل. المسألة دي لازم فيها سر مش عارفينه، يا بنت ألف بعد الشر عليك يا قلبنا. احنا بقينا في اخر الزمن، وايه بس اللي وصلهم المكر بتاعهم. وهو انت ياما تقل عنهم؟ اقل عنهم وحياة مقصوصي لمسيهم وصبحهم. لكن دول فتوات وعندهم صبيان وصرمية. فتوات لكن ما عندهمش مفهومية. يلا قومي ناوليني الابريق والجبة والحزام وقل الكلام. ياما ده اللي يشوفك ما يعرفكيش. امال هي عبث حي. ربنا يجعلنا من بركاتك. مدد مدد على طول المدد. ادعي لنا يا ست الشيخة. الدعاء مستجاب والباب ملوش بواب. اقفلي بابك واداري. بعدين توصلك اخباري. طب بس اعرف هتعملي ايه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. انت اتأخرت كده ليه؟ خلتيني قلقت عليكي. الله الله الله، ايه الحاجات دي؟ وايه الحمار ده؟ طولي بالك عليا. يا بلية، اقفلي الباب، لا قريب ولا جار، ستر علينا الستار. يظهر انك عملت العمايل وسويت الهوايل. انا خرجت من عندك لابسه الجبه الصوف والحذاء وفي ايدي الابريق، ومشيت في الطريق
الناس تقابلني تبوس ايدي ويقولوا لي ادعي لنا يا ست الشيخة. فضلت ماشية لما حصلت الحارة اللي ساكن فيها الشاطر أحمد الدنف. قعدت أشمشم على أخباره، عرفت إنه متخانق مع مراته علشان ما بتجيبلوش خلفة، وهو نفسه في العيال والخلفة. وفضلت واقفة على باب الحارة لما خرج من البيت وفات من قدامي. رحت داخلة الحارة وانا عاملالي غارة، ووقفت هناك وقعدت افقر تحت الشباك. مدد مدد على طول المدد، مدد يا سيدي ابو الحملات، والسر والبركات والسر والبركات. يا بنتي ياللي بتبصي من طاقتك، أنا ايوه انتي، ما تبكيش على بختك. ايش يعمل المتعوق، لا يحوق ولا يلوق. يا خبر، حد شايف؟ دي باينها بتكاشف. يا ست الشيخة، مدد مدد على طول المدد. يا ست الشيخة تعالي، اطلعي يا ست الشيخة. يطلع نجمك ويسعد وقتك وتنفك عقدك. لا سؤال ولا جواب، دي مكشوف عنها الحجاب. بخت تقولي على فايدة ولا تعمل لي حجاب. اسمك يا بنت خاتون، اتفضلي يا ست الشيخة. وامك اسمها فتون. تمام تمام، مفيش كلام. ده كشف ولا إلهام؟ وجوزك مجنون غلطان مفتون، والحق عليك يا خاتون. الحق عليا؟ جوزك نفسه في ولد ولا في بنية؟ أنا لفيت لما حفيت، ما سبتش عطار ولا حد يفتح الكتاب ويقيس القطر ويعمل حجاب. رحت للشيخ ابو البركات واتمرغتي على عتبات. هو في شيخ اسمه كده؟ ما تقوليش كلام زي ده مش كويس. دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. هاي هاي، دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. قومي معايا وارمي حمولك عليه ووشوشيه واطلبي منه اللي تطلبيه. قومي معايا، قومي قومي. ما اقدرش، ما خدتش من جوزي إذن. الإذن لصاحب الإذن، والبواب اللي قاعد على الباب. أنا هنزل أبعته مشوار مسافة ما يمشي أشاورلك تعدي، ولما نرجع بالسلامة أسبقك شوية وأبعته المشوار وأديله نص دينار. مسافة ما يعدي تفوتي أنتي، ولا قطر ولا خبر ولا من شاف ولا من نظر. انت الحاج محمد الصباغ؟ ايوه يا ست الشيخة، اتفضلي اول. انت بتبكي ليه؟ احنا يا ابني مجازين على باب الله. البيت بتاعنا وقع وصلبناه، وما حلتيش غير بنتي اللي واقفه هناك دي اسمها خاتون، وخايفه اأجر بيت اقع في ناس مش كويسين، واحنا ناس صالحين ومش عارفين نروح فين ونبات فين. اولاد الحلال دلوني عليك، اتفضل. ايه ده؟ فلوس؟ هو انا اخد منك فلوس يا ست الشيخة؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ اتفضلي مفاتيح البيت، عندك القاعة والطاقة والمنظرة. انت عارفة البيت؟ ايوه، في حارة المزيارة. اي خدمة، اتفضلي المفاتيح هم. مدد مدد على طول المدد. ايه يا
يا ست الشيخة، إياك يكون البيت عجبكم. انا عاوزاك تكمل جميلك. إيه؟ احنا ما بنبانش على اغراب، وعاوزاك تقوم تشتري لي رطل ونص كباب. بس كده؟ وانا هخلي بالي من المصبغة، ما تغيبش. ولو إن بتوع الكباب زحمة. ما تخافش، انا قاعدة هنا مخلية بالي من المصبغة. بس اقشط المصبغة ازاي؟ انت يا راجل يا صاحب الحمار، في خدمة يا ست الشيخة. انت تعرف الحاج محمد الصباغ؟ سيد الناس. الله الله، بتعيطي ليه يا ست الشيخ؟ الحاج محمد ده ابني مسكين مديون ونازل الحجز عليه، وعاوزة أأجر الحمار بتاعك أنقل هدوم الناس قبل ما ينزل الكشاف يحجز عليهم. اتفضلي يا ست الشيخة، الحمار وصاحب الحمار. أنا هنقل الحاجة على الحمار، ومسافة ما أوديها وارجع لك تكون كسرت خوابيه وزياره. ليه؟ عشان نثبت إعصاره. فهمت. ده ابنك ده خيره عليا، أنا هخليها لك السقف والدكة. يلا شوف شغلك عبال ما ارجع لك. مسكين الحاج محمد، هيه والله ما يستاهل كده. هيه الله، انت بتعمل ايه؟ الله، بتعمل ايه؟ حاج محمد انت مجنون. ده انا زعلانك منك مديون. مديون ايه؟ انت بتكسر المسبغة ليه؟ الله، فين الحاجة؟ حاجة الناس. والدتك لمتها على الحمار. والدتي ماتت. امال مين الشيخة اللي كانت هنا؟ هي اللي عملت كده ونقلت كل الحاجة على الحمار. ده انا عقلي ضاع. الله، انت رايح فين وسايبني؟ كنت عاوز حمارك حصلني. بقى الولية دي مش والدتك؟ أبدا، أنا خاتون مرات المقدم أحمد الدن. يا خبر، وازاي جيتي هنا؟ دي مصيبة وجت لحدنا. خدت هدومي ولطشت سختي. يا سختي. يا مسبغتي. يا حماري. وظل الضحايا الثلاثة يبكون، الصباغ والحمار وخاتون. ووصلت أخبارهم إلى السلطان عنجر البزاز، فغضب واغتاظ وتأسف غاية الأسف، وأرسل يستدعي أحمد الدنف. فلما كان مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.